السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض فانوس ايكيا. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا جدا جدا، لكن انا ما كنتش حابه اعمله غير لما اكون رجايه لكم فكره جديده يعني غير اللي اتعملت قبل كده. ان شاء الله هيعجبكم. بس قبل ما نبدا يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو، عشان الفيديو ده هنعمل عليه مسابقه كبيره جدا جدا بمناسبه ال50,000 مشترك. ان شاء الله هيعجبكم ويلا نبدا. اول حاجه ده اسمه نصبيان، بجيبه من المكتبه. سعره فرخ حوالي 15 جنيه، تعملي منه 3-4 فوانيس عادي. هو شبه كرتونه النتيجه شويه، لو مش عندك تقدري تستبدليه بكرتونه النتيجه. اول حاجه انا عايزه اعمل الارضيه، فجبت 3 قطع نصبيان كده مقاس 10 في 14 سم، وبدات الزقهم مع بعض بالغرق. النصبيان متوفر وموجود في كل مكان، في منه خفيف في منه تقيل، عادي ممكن تجيب اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى عايزه اعمل البوابه. هجيب قطعه نصيبيان مقاس 20 في 14 سم، وابدا اعمل لهم دوران من فوق كده، التدويره بتاعه البوابه كده. هجيب منها 2 طبعا، هعمل واحده للبوابه وواحده للظهر، فانا هوري لكم على واحده منهم دلوقتي. هتعملي الدوران، انا عملته بايدي كده، ممكن تعمليه بطبق، ممكن تعمليه باي حاجه واخده شكل الاستداره دي يعني، وتبداي تقصيه بالقطر. بدأت اقصه بالشكل ده، وبعدين جبت المسطرة وبدأت احدد على بعد 2 سم من الارضية. الارضية بس احددها 2 سم عشان يبقى بعيد عن الشكل اللي احنا هنعمله. اما الجوانب هبدأ اقيسها كده سنتي من الجوانب، كأني بعمل بوابة جوه بوابة، فاهمين قصدي؟ عشان يبقى من جوه هي اللي فيها الشكل، اما من بره يبقى ايه ثابتة. فابدأ اعملها كده. انا كده ايه بعمل البوابة الداخلية اهي، عملت بوابة كده في جوه. جبت بقى شكل فانوس ايكيا كده جنبي، حطيته على التليفون، وبدأت اجيب القلم واحاول اعمل شبه الشكل اللي موجود في الفانوس من جوه. انا طبعا مبعرفش ارسم خالص، بس الموضوع مش صعب يعني. هتبدأي تعمليه بس دورانات، هتاخدي شكل قوس مش عارفه ايه كده يعني، عارفين حاجات بسيطه يعني. بس تحاولي تخلي الرسمه بتاعتك اللي هي ايه لازقه في الاطار الخارجي بتاعنا، علشان لما تقصي وكده يبقى ماسك في بعضه. هتبداي تعمليه كده. وبرده مثلا اشوف عندي مثلا الجزء اللي تحت ده، ممكن اجيب قوس كمان تحت كده. هتحاولي بقى ايه تشوفيه، يعني مش شبهه قوي بالظبط، بس الشكل دوت لما بيتقص بعد كده بيبان مقارب ليه عادي يعني. ما هتحسيكي ان انت عامله حاجه شكلها هبل كده في الاول، بس عادي يعني بعد ما تقصيه بيبان. فبدات اعمله اهو مثلا من تحت كده اقواس اهو. انا بحاول ابين لكم بس انا عملته ازاي، ان هو قد ايه كان بسيط يعني، ما كانش صعب خالص. اسفه على صوت الاولاد اللي بيلعبوا في الشارع. وهبدأ برضو من فوق كده مثلا شكل دورانات، هتلاقي يعني الشكل قريب من بعضه، يعتبر شكل واحد وانت بترسميه بتعيديه كذا مرة يعني. بس كده انا بدأت اعمله. هكملها انا بقى مع نفسي يعني، انا بحاول بس اوريلكم الفكرة. هكملها انا بقى مع نفسي. هوريكم بقى دلوقتي هنعمل ايه. احنا هنجيب القطر وهنبدأ نفرغ الرسمة بتاعتنا. نجيب القطر. انت مش بتقصي بالقطر كده يعني، مش بتقصي بالطول كده، لا، اللي هو عارفين نقط 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 كده، كأنك بتغرزيه عشان ما تخرجيش بره الرسمه اللي انت عاملاها، تبقي ماشيه عليها بالظبط. فتبداي تخرمي كده ان انت تمشي على الاطار اللي انت عاملاه علشان تفرغي الرسمه بتاعتك. فانا كده ببدا افرغها اهو. لما بتبداي تفرغيها بتلاقي الشكل بان قدامك يعني. في الاول كده هتحسي ان الموضوع رخم يعني، لكن بعد ما تبداي تفرغيها كده تلاقي الشكل شايفين بدات تبان. يعني مثلا قصيت الجنبين فالشكل اللي ما بينهم بان. ده كده بقى شكلهم بعد ما فرغتهم. عملت 2 طبعا، واحده للوش وواحده للظهر. دي الجوانب انا عايزه اعملها. جبت قطعه نصيبيان مقاس 9 في 11 سنتي، وحددت لها برضو 2 سنتي من تحت وسنتي واحد من الجوانب. انا عامله الجنب واحد من الجنبين يعني، نفس فكره البوابه. انا رسمت واحده، هرسم التانية ليه؟ هجيبها واحطها فوق القطعه التانية اللي انا عملتها اصلا، اللي انا عايزه اعملها، وابدا احدد شكلها كده. احدد الاطار يعني، انت ترسمي البوابه مره واحده وبعدين تحطيها فوق قطعه نصيبيان تانية وتحدديها، وكذلك الجوانب. عملت واحده هحطها على القطعه التانية وابدا اقصها. الاجزاء اللي انا حددتها دي هي اللي هتتقص، وابدا افرغها برضو تبقى معايا كده. كده بقى معايا جزئين اهم للبوابتين والجنبين. هقص بقى اطار خارجي. شايفين البوابه اللي انا عاملاها دي؟ هقص بس اطار خارجي من بره كده يعني، يبقى الاطار بس اللي بره ده، علشان البوابه مش هتتلزق. ده احنا هنحط دي وراها يعني، هتشوفوا هنستخدمها ازاي دلوقتي. هجيب بقى القطعه اللي احنا عملناها الارضيه وابدا الزق عليها الاجزاء اللي احنا عملناها كده. احنا خلاص جهزنا كل حاجه. هجيب واحده من البوابتين اللي احنا عملناهم دي، هختار واحده كده للظهر
الاحسن واحده خليها للواجهه يعني. فهحط دي للظهر كده. واجيب برضو الجوانب وابدا الزقها بالشمع برضو على قطعه النصيبيان اللي احنا حاطينها في الارضيه، ونلزقهم في بعض كده. وكمان الجنب التاني برضو بنفس الطريقه. الموضوع خلاص بقى بسيط، انت جهزتي كل حاجه ويدوبك هنلزقهم مع بعض يعني. بس كده لزقت الجنب التاني اهو. وهجيب البوابه اللي انا مفرغاها بقى، وهي اللي هلزقها من قدام. هجيب برضو الشمع واحطه، واجيب البوابة المفرغة دي والزقها من قدام بالشكل ده. بسيطة خالص يعني مفيهاش حاجة. واظبط بقى المكان بتاعها كده. بقى شكله معايا دلوقتي بدأ يبان اهو الفانوس بتاعنا. هجيب بقى قطعة نصيبيان برضو يكون عرضها 10 سنتي. بالنسبة للطول هتقيسي زي ما انا هقيس كده ونحدد. احسن حاجة في النصيبيان ان هو مرن، يعني هو اصلا بيميل معاكي، وده كويس علشان فانوس ايكيا من فوق اصلا املس، يعني ما فيهوش تعريجات وكده، فهو املس. فاحنا هنجيب النصيبيان ونحط ايه جزء على الجنب كده، ونحط فوقه النصيبيان بتاعنا، ونبدا ندوره كده. يعني نثبت بس الجنب دوت الاول، يعني تعمليه حته حته عشان ما يبوظش منك. وبعدين نبدا نحط شمع على الجوانب، على البوابه والظهر كده، ونجيب فوقها النصيبيان تاني ونبدا نلفه فوقها بحيث ندور عليها كلها. وهنكمله كله كده بنفس الطريقة. كل ما الشمع ينشف نحط على حتة تانية، هيبقى شكله معانا بالشكل ده. ودي البوابة طبعا، بس لسه مش هنركبها دلوقتي، هنكمل بقية التفاصيل. فانوس ايكيا فيه من الجوانب من فوق في حتت كده، يعني حتت بارزة كده 3 كده فوق بعض على كل جنب. فانا قصيت حتت نصبيان عرضها حوالي نص سنتي، وبدأت الزقها على جوانب الفانوس من فوق عشان تبقى شبه اللي موجودة في فانوس ايكيا بالظبط. يعني بحاول نعمل نفس التفاصيل بالظبط يبقى شكله تماما يعني. وكمان البوابه من قدام والظهر برضو فيهم حته كده من قدام برضو، فهنقصها ونلزقها برضو من قدام كده. خلاص كده بتشوفوا بقى شكلهم اهو بقوا باين. اكيد كده فهمتوا قصدي انهي الاجزاء اللي انا قصدي عليها. كده بقى شكلهم اهو. الجزء اللي فوق بقى هجيب رول من بتاع الفويل واقص منه حته كده، حته صغيره بالشكل ده، وابدا اعمل فيها فتحات من فوق علشان نحطها اللي هي عارفين القبه بتاعه الفانوس من فوق كده. وابدا اعمل فيها فتحات كده هتبقى معايا بالشكل ده. احط عليها شمع والزقها فوق الفانوس كده. سهله يعني خالص ما فيهاش حاجه. هجيب بقى مفصلات. المفصلات دي صغيره جدا، بتيجي من عند بتوع الدهانات والموان وكده. صغيره جدا تقريبا بربع جنيه او حاجه يعني. فهنبدا نلزقها على الفانوس بتاعنا بالشمع. طبعا مش هينفع بالمسامير زي ما بنعمل كل مره، لان النصيبيان عرضه صغير، والفانوس احنا محتاجين اصلا ان عرضه يكون صغير، فطبعا مش هينفع ندخل مسامير وكده. فهنلزقها بالشمع، هنحط شمع على المفصلات ونلزقها. طيب انا عايزه اعمل القفل شبه بتاع ايكيا برضو. هجيب شليمون واقص منها 3 حتت كده، اللي هي الشفاطه بتاعه العصير يعني. هقص منها 3 حتت كده و اجيبهم علشان اعمل بيهم القفل بتاعي. وهجيب حته سلك، دي حته من بتاع حبل مسيل، وهتني فيها جزء من النص، يعني تخليها مفروده من الجنبين ومن النص بس فيها جزء ايه متني كده، علشان يبقى هو اللي هنرفع منه القفل بتاعنا وننزله كده. زي ما هو باين في الفيديو كده، جزء صغير متني في النص والطرفين مفرودين. هنيجي على البوابة نفسها ونلزق قطعة من الشليمون. تمام، على البوابة مش على الفانوس نفسه، على البوابة. هنحط على البوابة من الجنب كده، نحط ايه قطعة شليمون ونحط فيها اللي هي السلك بتاعنا دي، وبعدين قطعة شليمون تانية ونلزقها على البوابة برضو. علشان بس ما تتوقعوش ان هي عشان قريبة من الفانوس ان هي على الفانوس، لا هي على البوابة. قطعة الشليمون التانية هنسيبها على البوابة برضو. اما القطعة التالتة هنحطها على الفانوس نفسه، يعني من تحت كده، يعني تبقى بعد الاتنين شليمون اللي احنا حطيناهم. وهنسيبها تنشف بحيث ان احنا لما نيجي نقفل هندخل قطعة الحديد دي في الشليمون اللي في الفانوس نفسه، ونطلعها نرفعه كده يدخل في الشليمون وهكذا. يعني بقى شبه القفل اللي احنا بنستخدمه في ايكيا يعني. ده شكله بقى بسيط خالص. الارضية هنجيب 4 لولي كده من سلسلة قديمة بقى او اي حاجة يعني ونحطهم على الفانوس نفسه بحيث ان هم يبقوا الرجلين بتاعة الفانوس كده. انا حطيت 4 لولي اهو.
من فوق بقى كده لسه القبه اللي فوق بتاعه الفانوس دي عندي من كوره قديمه بتاعه بنتي، فحطيتها كده، احط فيها شمع والزقها عليها من فوق، هتبقى معايا كده. وبالنسبه بقى اللي هي الايد، عندي دي سلك نحاس كده، اي سلك عندك وتحطي فيه واحده لولي، ونربط السلك على بعضه تاني، وبعدين نلزق اللولي دي على القبه اللي احنا عملناها. معلش هي مش باينه في الكاميرا قوي، بس معلش بقى. هنلزقها عليها من فوق، هتبقى معانا كده. وده كده بقى شكل الفانوس معانا لحد دلوقتي. شكله حلو جدا على فكره، في الحقيقه احلى من كده بكتير كمان. هندهنه بقى باللون اللي احنا عايزينه، ده دهان بلاستيك اللي بنستخدمه مع بعض على طول. ندهنه باللون اللي احنا عايزينه، طبعا اللون المنتشر من الفانوس هو البينك، اكتر حاجه منتشره، فكده دهناه باللون البينك. وبس كده. وده شكله اهو بالفيديو، عشان محدش فكر ان انا عامله ايديت ولا حاجه، والله شكله في الحقيقه احلى بكتير كمان من كده. ده الشكل النهائي بتاعه. ده الفانوس طبعا برضو فانوس ايكيا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان لو حد حابب يشوفه. وطبعا الركنه دي احنا عاملينها سوا برضو من الكرتون، والديكورات دي عاملينها رمضان برضو مع بعض. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.